مستغلا وجوده في تونس من المنتظر أن يخوض الوداد المغربي مواجهة ودية ضد النجم الرياضي الساحلي في انتظار تحديد زمان ومكان المباراة. وجدير بالذكر أن النلادي البيضاوي قد واجه أمس الأحد 11 أوت 2024 النادي الإفريقي بأولمبي حمادي العقربي برادس، حيث انتهت المباراة بهدف لكل طرف. مباراة ودية ثانية بتونس غدا الأربعاء ضد النجم الساحلي في سوسة 20 أوكلوك. أما القنوات الناقلة فهناك قناة معك على فيسبوك. اتفق مسؤولو الوداد الرياضي لكرة القدم مع نظرائهم بنجم الساحل على برمجة مباراة ودية بين الفريقين الثلاثاء المقبل بملعب سوسة الدولي. ويسافر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اليوم الجمعة إلى تونس لمواجهة النادي الأفريقي الأحد المقبل في مباراة وداع وسام بنيحية. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن الجنوب أفريقي رولان موكوينا تشبث بخوض مباريات ودية ضد أندية كبيرة لقياس جاهزية لاعبيه، لذلك أصر على السفر إلى تونس. وأوضح المصدر ذاته أن معسكر الوداد الرياضي لكرة القدم بتونس سيتمد لأسبوع واحد قبل العودة إلى المغرب لمواصلة الاستعدادات لانطلاق البطولة الاحترافية في 30 غشت الحالي. وكان مقررا أن يقيم الوداد الرياضي لكرة القدم معسكرا إعداديا بتركيا، غير أن عدم وجود فنادق شاغرة فرض عليه الاستعداد بالمنتجع الرياضي لعزيز البدراوي ببن سليمان. يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم خاض مباراتين وديتين تحت إشراف المدرب الجنوب أفريقي رولان موكوينا. الأولى فاز فيها على عزام التنزاني ب4-1، والثانية ضد نهضة الزمامرة والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.